السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على محمد وآل محمد. جيت وياكم وصفة الكيك. عندي هنا المقادير: 3 بيضات، 3 خواشي كاكاو، آخذ ايش قد ما أريد من عتن حسب الحاجة. هنا عندي نشا خاشوقة وسكر أو شكر، قلاص. هنا باكيت زبد و3 بيكنج باودر وفانيلا. هذا عندي هنا أنا مسوية مربى وشلت من عنده، أخذ من عنده للحلا. هذا قلاص طحين، وهذا القالب خليت بيه دهن ورشيته لبقراش. هنا أنا مسوية مربى وأخذت من عنده، أخذ من عنده التحلية مال المربى، المي مالته. أنا أريد منها تكون على طراوة. هسه نبتدي بالمقادير. هنا عندي 3 بيضات، راح شوية فد أحركهن، وبعدين أخلي لهن شوية قليل من الملح. هذا يكون يعطي على طراوة المربى، يكون الكيك طري. أنا راح أسويها يعني بها كاكاو، أخذ له أشوف إيش قد المقدار يكفيني. خاشوقة خاشوقتين. هذا الشكر باعوا حبايب قلبي. وصفة سهلة وسريعة ما بيها أي شيء. تردين بالمضرب الكهرباء، تردين بإيدك. أنا هاي رشة الملح وياها وبس، أريد يذوب السكر. ماشي. أنا أخلي بهذا القلاص قلاصين ونص طحين اللي راويتكم إياه. هسه أشوفكم إياه. هسه تقريبا قام يعني يبتدئ يذوب السكر، الشكر يذوب عندي ويا البيض. هاي اللي أريده. أنا ما أريد أكثر وأبقى يعني سكر أكثر، لأن يحترق البيض إذا كثرت الشكر وياه. شوف اللون شوي أريده يتغير. باعوا اللون شلون صار، يعني السوائل وحدها والجافة المواد وحدها. هاي حبايب قلبي. نزلت قلاص الحليب، أنا ما صورت لكم قلاص الحليب. أخذت نفس المقياس القلاص مالته. أخذت نص من عتن، وشوف إيش قد بعد يحتاج أخلي عليه. أنتم بكيفكم، يعني شلون يقول عينك ميزانك. هاي حبايبي. هسه هذا اللون قام يفتح. هاي الخاشوقة باعوا يعني تعطيها شاشة وطعم كلش طيب. تبقى الكيكة حتى لو أسبوع ما تخرب. أنا ما دخلتها الثلاجة ورا يوم، يعني يومين يلا خليتها بالثلاجة. بعد يعني ما صورتها وطلعتكم. هذا زيت أخليه ويا الزبد، أنتم حسب الحاجة شلون تردون بكيفكم. هاي قليل يعني رشة من الزبد، العفو من الزيت، وباكيت زبد مالتها باعوا. أنا هي هاي الكمية اللي أريدها. أنا ما أريد يعني دهن هواي أو زيت، أخليها بس بالزبد. أريدها شوية هم كالعادة يعني الذوب، هي راح تبقى مفصصة يعني الفصوص بها. وأجمع المواد مثل ما قلت لكم، الجافة على حدة مثل الطحين والباقي والبيكنج باودر، والسائلة هم على حدة. هاي باعوا شلون، لأن ما راح تذوب فد مرة. هاي راح أنزل أني الطحين هسه تدريجيا. أنا راح أنزله مو رأسا دفعة واحدة. هذا القلاص طبعا روعة، ما أقول لكم عليها، والطعم يخبل والله. هاي أنا عندي هسه هنا بالليل، يعني بالليل ورادوا كيك سويت لهم. هاي ما راح تذوب الحبوب، تبقى. حبايب قلبي بالبيت أحسن الشغل، أحسن من البرة. هاي النشا عندي ملعقة أو خاشوقة، وهاي رشة الملح ما ننساها وياها. تمام حبايبي. انت تردين ست البيت أو ربة البيت تخلين عليها وبروش من الليمون، البرتقال، قشور، كيفك حسب الحاجة. أني أنكهها بس بالفانيلا والبيكنج باودر هاي، والريحة مالته كلش طيبة تخبل. أنا واحد هنا خليته، واحد ويا الطحين، باقي المواد الجافة. هذا السائل باعه حبايبي. أنا راح أخذ نص من عنده، ما أبقي من أنزله بالقالب. خليت المواد كلها وجمعتها، ونص اللي يبقى من عنده أخلي عليه الكاكاو. أنت تردينها بيضة سادة كيفك تردين وياها يعني
تسويها جوزي وأبيض هم بكيفك، لأن أنا طلبوها من عندي العائلة يردوها هيك. أنا أبقى راح أستمر عليها، أشوفها من هنا لمن يعني تثخن، هذا ثخن كلش كافي، أنا هذا اللي أريده، ما أسويها كلش خفيفة، لا. هاي عندي محسن هنا، أنا ما دائما أرشح يعني على المحسن، خلي خمرة مال عجين وياه، بس نادرا نادرا. هاي نص خاشوقة خليت محسن. هاي هنا شوفوا خاشوقة خاشوقتين، يعني مثل ما يقولون ملعقة ملعقتين، وهاي شوية من عتب. وراح أبتدي أخبط، لأن أنا نزلت نص الخليط بالقالب وبقى شوية قليل. هذا راح أضيف عليه شوية حبايبي قليل من الشاي، شاي هيك يعني خاشوقة الدهن تعطي لمعة. ماشي حبايبي، شوفوا أنا ما صورته بس باعوا، شوفوا شلون يخبل، وتكون هاي اللمعة اللي أريدها أنا بي. هم راح أخليها بالقالب هسه وأدخلهن حتى الفرن باعوا. هاي حبايبي، وراح أدخله الفرن. الفرن أنا يعني حامي، كملت المواد وراح أطلعها لكم. هاي باعوا حبايبي، تخبل. هسه هي حارة، راح أخليها تبرد. أنا خليتها ليلة كاملة، وراح أجيكم أشوف شلون صارت. ما شاء الله باعوا، لأن أنا مسوية ثانية وياها أكلوها، وهاي بقت. الريحة طيبة كلش طيبة، لا بيها زفرة نهائيا. ما شاء الله. تخبل. راح أسوي لكم من عتفة قطعة. باعوا حبايبي. طبعا كلش طيب، والصورة أحلى بعد من الموبايل، لأن ظالمها الموبايل. موبايله شوي يعني التصوير مالته، الكاميرا مو شي. ماشي حبايبي، اتخبل.